بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في يوم القدس العالمي نذكر المسلمين في كل مكان بهذا المكان المقدس، المسجد الأقصى، وما يجري فيه من قبل العصابة الصهيونية من تدنيس ومن تقسيم زماني ومكاني ومن انتهاك لحرمات هذا المسجد الأقصى، ومما يقومون به في المرابطين والمرابطات وما يفعلونه بهم. كذلك لا ننسى ما يجري الآن في غزة، لأن ما يجري في غزة هو اسمه معركة طوفان الأقصى، وقد انتفض المجاهدون وقاموا بهذه المعركة من أجل شرف المسجد الأقصى ومن أجل حماية المسجد الأقصى والحفاظ على المسجد الأقصى. فكل مسلم من المسلمين في العالم كله عليه واجب أن يقوم به. كل فرد من المسلمين عليه واجب. ماذا يفعل لإخوانه هناك؟ سوف يسأله الله تعالى يوم القيامة إذا وقف بين يديه: ماذا قدمت لإخوانك في غزة؟ ماذا قدمت للمسجد الأقصى؟ على الأقل الدعاء، ثم المقاطعة، أن يقاطع المسلم كل البضائع الصهيونية والأمريكية وبضائع كل دولة تدعم الكيان الصهيوني. ثم عليه أن يقوم بواجب الجهاد المالي. هناك جهاد بالنفس وجهاد بالمال، والله تعالى في القرآن الكريم قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. لماذا؟ لأن الجهاد بالنفس، القتال، يحتاج إلى المال قبل الجهاد، قبل القتال وأثناء القتال وبعد القتال، فالمال في غاية الأهمية. إذا لم يكن معك مال فقدم أقل ما يمكن، قدم ما تستطيع من المال. إذا لم يكن معك أي مال يجب أن تأمر غيرك وتحض غيرك على أن يقوم بواجب الجهاد المالي، لأن المسلمين في غزة في أشد الحاجة إلى المال. هناك واجب إعلامي، هناك واجب ثقافي، هناك واجب أخلاقي، هناك واجب مالي، هناك واجبات كثيرة جدا يمكن أن نقوم بها. هناك وقفات تجرى هنا وهناك يجب أن نشارك فيها، يجب أن نحضر الندوات الخاصة بالغزة والمسجد الأقصى، يجب أن نشارك في المهرجانات، يجب أن نقوم بكل ما نستطيع، نعرف أولادنا، أسرنا، جيراننا، أصدقائنا بكل هذه الأمور التي تجري الآن، لا سيما بعد أن نقض اليهود عقدهم وعهدهم في الهدنة التي عقدتها معهم المقاومة. وهذا ليس غريبا على الصهاينة، فهم دائما ينكثون العهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فهؤلاء سنتهم على مر التاريخ نقض العهود، عدم الوفاء بالمواثيق وبالاتفاقيات وبالهدن وبكل هذه الأمور، وهم قد قتلوا الأنبياء من قبل. الله تعالى يحكي عنهم: كلما أرسلنا إليهم رسولا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فهؤلاء قتلوا الأنبياء، فاستحقوا أن يمسخوا قردة وخنازير، واستحقوا أن يكتب الله تعالى عليهم التيه. فعلينا القيام بواجبنا نحو المسجد الأقصى، نحو الأسرى، نحو القدس، نحو أهلنا في غزة، حتى نعد للسؤال يوم القيامة جوابا، وحتى نقوم بمقتضى الرابطة الإيمانية والعلاقة الإسلامية التي تربطنا بيننا وبين إخواننا في فلسطين. الهجمات الآن هي أمر طبيعي يصدر عن كيان مجرم محتل غاصب. كما قلنا، هؤلاء قتلوا الأنبياء، فلا يستغرب عليهم أن يقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ ويهدموا البنية التحتية للمجتمع. لكن الآن هو واجب الدول أن تتدخل. يجب على الدول، وبخاصة الدول المحيطة مثل مصر، مثل الأردن، مثل لبنان، مثل سوريا إن استطاعت، وهي إسرائيل تتقدم في سوريا دون رد من الحكومة التي لا تستطيع ولا تملك القدرة الآن. لكن هناك دول يجب عليها نصرة المسلمين في غزة، وأن يقفوا صفا واحدا أمام هذا العدو، يحرروا الأوطان والمقدسات من دنسه، ويقوموا بواجب العروبة وواجب الإسلام.